بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في كليفر مامي. من الحاجات المهمة كل شهر إن احنا نبص عليها وننضفها، خاصة في فصل الصيف، هي الضرفة اللي بيكون فيها خزين البيت اللي بيكون في المطبخ أو أيا كان المكان اللي انتي بتحطي فيه الحاجات دي، ولكن هو بيكون أنا بخلي الحاجات اللي هي الأقرب لاستخدامي دايما، وبيكون يعني الوزن الأخف يكون في المطبخ. الحاجات بقى اللي هي الأساسية، يعني لو الرز كمية كبيرة مثلا أنا بحطها في علبة كبيرة وبحطها في مكان تاني، يعني يكون فيها الحاجات اللي فيها التخزين التقيل، واسحب منها جنبي بقى في المطبخ، ولما يخلص الموجود اخد واحط فيها على طول. فالضرفة دي من المهم قوي ان احنا دايما نبص عليها، وانا بخليها دايما كل شهر. وبما اننا داخلين على شهر رمضان، تعالوا بينا ننظم الضرفة دي كمان علشان تبقي عارفة انتي محتاجة ايه. ما تشتريش حاجات ملهاش لازمة موجودة اساسا عندك، ولو في حاجات الفترة دي تستخدميها وتخلصيها علشان لما تجيب الجديد ما يتحطش القديم على الجديد او الجديد على القديم. ولما بقول هنضف الضرفة دي يبقى انا هدخل في كل حاجة فيها، هفرز العلب واطلع الحاجات اللي العلبة مثلا، حاسة انها مش نظيفة، لا محتاجة تتغسل، حتى لو هرجع فيها تاني الحاجة الموجودة فيها. علبة هتفضل زي ما هي فلازم انضفها. هبدل، جايبة حاجات جديدة مثلا وعايزة احطها. انا الضرفة عندي هنا مقسومة نصين، النص اللي فوق فيه الحاجات اللي هي العلب الكبيرة، والعلب اللي بخزن فيها برضو بس فاضية، والجزء اللي تحت هو اللي في متناول ايدي واللي بتعامل بيه يوميا في الاكلات. فهنزل كل الحاجات اللي موجودة هنا دي، انا هشتغل على الرف ده بس، الرف اللي فوق انا ماليش علاقة بيه، انا بس كل الموضوع عايزة افرز وانضف المكان ده. وانا اساسا انا عمري ما صورت فيديو تنظيف ضرفة الخزين غير لما تحصل الحادثة دي. ف في بداية شهر 10 دايما انا بشتغل على البيت كله وبعمل فرز لكل حاجة وبدخل في كل ظرف البيت. فالموضوع ده انا كنت عاملاه بالفعل، وده بيكون في التنظيف اللي بيكون بسميه انا تنظيف دوري او موسمي حسب الموسم اللي بيكون فيه، بس هو دايما الوقت ده عندي هو الوقت الاساسي. لو بتفرشي مفرش زيي بتشيليه خالص بتخلصي. انا دايما عندي بديل للمفارش دي. كنت زمان اشتريت رول كامل من المفرش ده قبل بقى الاسعار الفلكية الموجودة دلوقتي والخامات السيئة اللي موجودة حاليا، وكنت مقصقصاه بالمقاسات اللي انا محتاجاها، وبخلي فيه بديل بحيث ان انا بنضف يبقى هشيل على طول واحط على طول المفرش، ما استناش بقى لسه اغسل او لما ينشف احطه، انا جاهزة على طول بحطه واشتغل على طول. لو في الصيف بتحطي اي شيء وقاية انتي بتستخدميه من الحشرات لازم في الضرفة دي. ونحاول انه الحاجات اللي احنا بنخزن فيها تكون زجاجية او بلاستيك يكون جيد ومحكم علشان نحافظ على الحاجات الموجودة عندنا. لو المطبخ عندك في الحر بيبقى في الصيف بيبقى حر قوي، يفضل الحاجات التخزين الكتير كميات الكبيرة ما تجيبيش كميات كبيرة قوي، ولو في كميات كبيرة احتفظي بيها في مكان بارد زي الفريزر او التلاجة. لما بشتغل على العلب اللي موجودة عندي بمسك علبة علبة، العلبة دي بما اني بحط فيها البيكنج باودر والخميرة والفانيليا والحاجات اللي هي الصغيرة اللي زي دي، فهي مش محتاجة غسيل، يعني انا مجرد ان انا بنضفها بفرز محتاجة قد ايه. وجنبي النوت بتاعتي اللي باخدها معايا وانا نازلة بكتب فيها الحاجات اللي انا محتاجاها وبالكميات اللي انا محتاجاها على حسب طبعا اللي انا لقيته موجود عندي. علبة زي دي هترجع تاني فانا بنضفها على طول، الفوطة جنبي والبخاخ المنظف بتاعي وبنضفها على طول. ولما بيكون في حاجة مثلا زي ايه، زي النشا مثلا، حاجات اللي هي بتقعد وقت شوية مش بتخلص باستمرار، احنا عندنا الرز ممكن يخلص معايا على طول لو حتى مكرونة شعرية لسان عصفور، لكن حاجة زي النشا مثلا زي سحلب زي كاكاو زي توابل مثلا ليها ميعاد الاكسباير بتاعها لازم اكتبه على العلبة، بحط تيكت او بحط الورقة اساسا اللي كانت موجودة على العبوة اللي جاية فيها الحاجة دي،
علشان ابقى عارفة ميعاد انتهاء الصلاحية، لانها ممكن تقعد معايا وقت وانا مش واخدة بالي ان هي كده خلاص بقت منتهية الصلاحية. الدقيق دايما انا بحط هنا الدقيق اللي بستخدمه في تنظيف مثلا الفراخ والحاجات دي والدواجن، اخد منه مثلا واكمل. لو انا بعجن عجين مثلا وانا حطيت انا عندي الاكياس الدقيق اللي هي الكيلو الكيس الكيلو بستخدمه في العجن مثلا، واحتجت شوية دقيق كمان ازود بيهم فبزود منه. لكن مش بفضي كل كمية الدقيق مثلا في عبوة كبيرة، لا بسيبها اكياس في المكان اللي انا بخزن فيه الكميات الكبيرة. علشان ابقى عارفة الكيلوات، مش معقول كل شوية هقعد اوزن بقى هو الكيس كامل، انا عارفة ان هو ده كيلو، بتعامل على الاساس ده. دي العلب اللي هترجع تاني نضفتها من بره، مش هضيف عليها حاجة لاني انا بغسل العلب لما المحتوى اللي فيها يبقى فاضي. وانا النهاردة مجرد ان انا بتابع الضرفة بعرف ايه اللي موجود عندي وايه اللي انا محتاجاه. والعلب دي انا دايما بحب احط فيها العدس، بس كانت مشغولة في حاجات تانية. كل العلب دي انتوا عارفين انها من تابروير. العلب دي اسمها علب كوبيكس، جميلة في التخزين، سواء في تخزين والحفاظ على المحتوى اللي موجود فيها، او انها ما بتاخدش حيز في المكان اللي هي موجودة فيه لانها مربعة ومقاسات مختلفة على حسب الاستخدام اللي انتوا عاوزينه، فهي جميلة قوي قوي. الضرفة دي عندي عبارة عن قسمين، قسم فيه الخزين العادي بتاعنا زي السكر والدقيق والحاجات اللي زي دي كلها، الحاجات الجافة، والجزء التاني خاص بالتوابل، وده اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. انا لما بطحن مثلا الفلفل الاسود والكمون الكزبرة، بطحن مثلا الزعتر، بطحن الروزماري، الحاجات دي ما بطحنها بتكون كميات، فبحط هنا تحت ايدي في منظم التوابل بتاعي ده مش بيستوعب كل الكمية، فانا بحط في علب تانية تكون في الضرفة هنا، واخد اكمل منها لما يخلص الموجود هنا في البرطمان، يتغسل الاول وبعدين يتحط المحتوى، حتى لو هو نفس المحتوى ولكن نظافة، وهتحسي ان هو احسن بكتير في الاستخدام. كمان عندي القرفة هنا، بس انا كنت جايبة القرفة الحقيقة مطحونة. وبشوف انا محتاجة ايه. طبعا قبل شهر رمضان لازم بتكوني عارفة محتاجة توابل ايه، وانا في الفترات اللي هي اللي قبل شهر رمضان، على فكرة الفيديو ده بقاله شوية متصور فترة يعني كذا يوم، عرفت التوابل اللي انا محتاجاها ايه، لاني بحتاج توابل في التفريزات اللي انا بعملها للحوم والفراخ والحاجات اللي زي دي، ببقى محتاجة توابل. فلو ناقصة عندي او استخدمت اغلب اللي موجود عندي في التفريزات، فانا مش هيبقى عندي بعد كده يعني، وخلال شهر رمضان. وانا كل فترة معينة دايما اعمل الفرز ده كويس، واكتب اللي انا محتاجاه من التوابل واجيب اللي ناقصني. مش بلتزم قوي ان هو يكون في شهر رمضان، لكن بما اني بعمل كمية تفريزات وحاجات شوية فبستهلك كمية اكبر من التوابل وبشكل متنوع، فبتنقص عندي في حاجات معينة. انا دايما الكمون زي ما قلت لحضراتكم، الفلفل الاسود، الكزبرة بشتريها حبوب وبطحنها في البيت، فبيكون في كميات زيادة بحطها في العلب دي واسحب منها زي ما قلت لحضراتكم. كان في عندي برطمانات كانت فاضية وكانت مغسولة، فحطيت فيها المحتوى بتاعها اللي كان ناقص، وكتبت ايه اللي ناقصني من التوابل. وفي حاجات من التوابل بتتشال بشكل صحيح زي ما هي، زي مثلا ورق اللوري مثلا، فانا بحطه في علبة هنا عندي، بسحب هنا عندي الكيس ده انا بحطه الحاجات الزيادة اللي زي دي، واللي مش مطحونة بحطها في درج التلاجة. ده اللي هو اسمه خولنجان مش عارفة انا بنطقه صح ولا لا. ده تابل كده، بيبقى برضو بيجي بشكل صحيح او مطحون، بس انا بجيبه مطحون عشان يبقى اسهل بالنسبة لي. بيضاف للبهارات، بيخلي طعمها حلو قوي قوي، بهارات اللحمة،
وممكن تضيفوا له بهارات الفراخ، بس هو بيليق اكتر مع بهارات اللحمه. الورق اللوري بما انه بياخد مساحه زي ما حضراتكم شايفين وما ينفعش احطه عندي في طقم التوابل اللي موجود عندي على الرخامه، فبخلي العلبه دي ليه، والباقي بشيله زي ما قلت لحضراتكم. نضفت الرخامه، ودي الحاجات اللي انا خرجتها اللي محتاجه تتغسل قبل ما احط فيها المحتوى الجديد، او مش هحط فيها واستغنيت عنها بحاجات تانية. والحاجات دي كلها اتنضفت وبقت نظيفة وهترجع تاني نظيفة. ودي الضرفة بقت تمام، وعرفت ايه اللي ناقصني وايه اللي موجود عندي. عايزة اقول لكم على معلومة، وعايزة اقول لكم على نصيحة. انا الحقيقة لما غيرت لتابر وير وجبت العلب دي كلها، العلبة علبة غالية، لكن يعني اشتريت صحة البيت عندي وصحة الولاد. اشتريت علبة بتحافظ على المحتوى على المدى البعيد، على قد طبعا الاستخدام، ولكن هي بتحافظ فعلا على كل حاجة موجودة فيها بشكل صحي كمان. ولما عملت عملية الإحلال والتبديل دي كانت على فترة طويلة، لكن استثمرت الحقيقة في صحة الولاد، واستثمرت كمان في اني احافظ على الحاجات دي، ما اشتريش كل شوية بعد ما الحاجة اللي بتكون موجودة في علبة مش مظبوطة وتبوظ مني. كل سنة وانتم طيبين. يلا ابدأوا معايا نشتغل في المطبخ. تحياتي ليكم، هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لكليفر مامي، في رعاية الله.